الثقافة الكورية قادرة تسفحك درس في الأخلاق وانتي فعلا بتتفرجي بس. بما اني انا بسمع كيبوب وكي دراما وستيل لغاية دلوقتي، وفي اهالي لسه عيالهم بتسمع كيبوب وكي دراما، فبيبقوا متخوفين على عيالهم من الثقافة التانية اللي هم ما يعرفوهاش اصلا، فمش عارفين عيالهم بيبقوا بيسمعوا ايه. وفي نفس الوقت الناس اللي في سني بيبقى لسه خايفين من نظرة المجتمع ليهم لما يعرفوا ان هم بيسمعوا كيبوب وكي دراما. اعتقد ان احنا شايفين مسلسلات وافلام واغاني كتيرة بدأت تروح لسكة احنا بنبقى متخوفين من عيالنا عليها، وكمان هي بدأت تأثر عليهم لان احنا عندنا بيقلدوا، على عكس الثقافة الكورية اللي بيدفعوا فيها فلوس كتيرة جدا عشان خاطر دولة كوريا تنتجها. وكمان المنصات بدأت تدفع فلوس كتيرة زي نتفليكس وواتشت عشان خاطر ينتجوا فيلم أو مسلسل واحد. طيب ايه اللي بيخلي المسلسلات والافلام والاغاني الكورية منتشرة والناس بتحبها؟ اول حاجة لان انتي دايما لما هتيجي تسمعي اي مسلسل هتلاقي ان هو بيتكلم عن حب، اسرة، طموح، نجاح، رجال اعمال. يعني لازم الكي دراما بتبقى فيها حاجة من الحاجات دي، ما بتتكلمش عن حاجة خارجة. فاعتقد هو ده اللي بيمسنا وبيمس العالم كله، لدرجة ان احنا بنبقى حاسين ان هم فعلا متفاهمين بالحاجة اللي احنا مر بيها. ما اعتقدش ان احنا بنبقى بعد يوم طويل بنبقى قادرين ان احنا نسمع حاجة فيها عنف، او ان احنا نبقى بنشيل هم حد تاني علينا. معظم الناس بتبقى شايفة الموضوع ده ترفيه، ولكن هو لناس كتيرة هو مصدر دعم وطاقة إيجابية ليهم، حركة وبيدي حماس سواء في المذاكرة حتى وانتي فقد الشغف. كمان الأغاني بتاعتهم بتتكلم عن الضغوط، المشاعر الصعبة، الفشل، فبالتالي احنا أو الناس اللي بتسمعها بيحسوا ان في حد فعلا فاهمهم. بتبقى دايما بسيطة ومشاعرها دافية وممكن تصلح تعب أو توتر يوم كامل. كمان هتلاقوا ان في الكي دراماز عمرك ما هتلاقي بنت ضعيفة، دايما البنت قوية، بتتعب، بتسعى لنفسها، بتشتغل، بترسبكت الأب والأم، بتحترم أهلها وبتحترم القوانين اللي فيها، بتحترم أسرتها، بتحترم الكبير وبتحترم الصغير. فده بيدي إلهام غير مباشر لبنات كتيرة إن هما يبقوا بيتمسكوا بأحلامهم. تركيز بتشوفوه في خلف الكواليس مع الأيدولز، والتفاصيل الصغيرة اللي بتدل على طريقة التعامل، طريقة الاحترام في الكيدرامز دي بتشكل في عقلنا شكل العلاقات السوية، سواء هي كانت في صداقة أو في عيلة. كمان الكي بوب والكي دراما عمل مجتمع بيشجع بعض، بيشاركوا نفس الاهتمامات، بيتكلموا بحماس. ده في حد ذاته شيء مبهج وبيكون صداقات جميلة، لان هما بيقعدوا يشجعوا بعض، بيقلدوا اللي بيشوفوه في الكي بوب والكي دراما. فده ان دل على شيء دل على الحاجات دي كويسة. ما اعتقدش ان حد فينا او حد من الاهالي دلوقتي هيبقى عايز عياله ياخدوا نموذج اللي بيطلع في السينما المصرية أو في الدراما الصعبة اللي بقت موجودة دلوقتي، أو حتى في الأغاني المنتشرة. بقت الأغاني والمسلسلات دلوقتي عندنا تتكلم عن الإيجو المبالغ فيه، جنون العظمة، العنف، لازم يبقى في حد فتوة وبطولي عشان خاطر هو اللي بيكسب في الدنيا. ما بقيناش نعرف النجاح او ان احنا نبقى بناخد حقنا غير بالدراع. فاعتقد ده المضاد بالنسبه له بالظبط اللي بتعمله الثقافه الكوريه. فما اعتقدش ان حد مننا هيبقى عايز عياله يبقى بياخد الحاجات دي هي النموذج، لان هي دي اللي بتودي للمشاكل اللي احنا بنمر فيها في المجتمع بتاعنا دلوقتي. اعتقد ان انا بعد كام سنه لو جه حد من عيالي وقال لي والله انا بتابع كي بوب وكي دراما، هبقى مطمنه عليه، هبقى انا عارفه ان هو كل اللي بيشغل تفكيره هما الايدولز. الاغنيه دي هتنزل امتى، هنحفظ الرقصه بتاعتها ازاي، والرقصات بتاعتهم، الفنون الاستعراضيه بتاعتهم دي رياضه، بيتكلموا مع بعض في مواضيع تناسب سنهم، بيتكلموا عن أغنية، بيتكلموا عن حلمهم. أعتقد الفترة اللي أنا كنت بسمع فيها الكيبوب والكي دراما أنا كانت بتنتابني مشاعر كويسة وقوية وإيجابية. من أكتر الحاجات اللي شكلت الأفكار الإيجابية في دماغي هي الكيبوب والكي دراما. كمان بتساعدنا إن إحنا نبقى بنتعلم اللغة عشان خاطر نبقى عايزين نفهم الناس اللي إحنا بنحبهم دي، سواء إن إحنا نتعلم اللغة الإنجليزية first of all، وبعد كده بنقعد نتعلم الكوري، بناخد كلام من الياباني، الصيني. اعتقد ان احنا هنبقى برضه مبسوطين بحاجة زي كده لولادنا. التجميل والميك اب في عالم الرجال زي عالم الستات عندهم، يعني في خط انتاج في وزارة الدفاع الكورية بيتم انتاج حاجات مضادة للبشرة تحميها في فترة ان الولاد بتأدي الجيش. دي عندهم حاجة ستاندرد اللي هي تبقى الجمال
ولكن هو ما عندهمش مفهوم الميك اب زي عندنا احنا الميك اب العربي بتاعنا احنا، لا هم بيحاولوا ان هم يخفوا عيوبهم عشان خاطر يوصلوا لها. فانا ما اعتقدش ان احنا عندنا الاولاد بيبالغوا في التقليد ان هم يبقوا بيحطوا ميك اب زي بتاع الكوريين. اعتقد ان لو بنتي بتعمل حاجه زي كده فده شيء حلو، ان هي بتهتم بنفسها عشان خاطر تبقى جميله وكويسه. ان ولادنا اصلا بيتعلموا ثقافه تانية ده شيء حلو، ان ولادنا بيبقوا بيسعوا لاحلامهم عشان خاطر الايدول بتاعهم بيعمل حاجه زي كده، فده شيء حلو. اعتقد ان انا لو سبت ابني يسمع اغنيه ككي بوب هتبقى احسن بكتير بالنسبه لي من الريلز والفيديوهات اللي بتبقى موجوده على اليوتيوب، وبتبقى فيها حركات كتيره، بيبقى فيها ضرب كتير، الوان كتير، فيها مشتتات حتى لو ابني ده سنه صغير. بس هل الموضوع فيه آثار جانبية أو حاجات وحشة؟ فيها حاجات وحشة، ولكن هي مستحيل تحرضني على العنف نهائي. يعني أنا مهما اتأثرت بيها بشكل سلبي هي عمرها ما هتخليني أبقى شخص مؤذي. وخلينا برضو نتكلم عن الآثار الجانبية اللي بتحصل فيها عشان خاطر نبقى واعيين بيها برضو. أول حاجة، على قد ما احنا بنبقى متأثرين بالعلاقات السوية اللي موجودة في الكي دراما، ده بيخلينا محبطين من الواقع، خلينا حاطين الصورة المثالية دي احنا مش لاقيينها في الواقع بتاعنا. فده عايزنا خلينا نتقبل الواقع ونعرف ان ده مجرد سيناريو مكتوب عشان يزود هرمون السعادة عندي، انما الواقع محتاج مرونة وتقبل. المثالية بتاعت الشكل الكوري، ان تبقى البشرة الزجاجية، ابقى رفيعة جدا، النحافة المفرطة، الملامح الحادة، خلينا برضو عارفين ده دورنا احنا كأهل، وده دورنا احنا كشخص عنده عقل، نبقى عارفين ان دي حاجات هي بتبقى ستاندرز ليهم، بيعانوا جدا عشان خاطر يوصلوا له، عشان خاطر انتوا تبقوا بتشوفوهم. عن ظاهرة البينج واتشنج، يعني ان احنا بنقعد نشوف حلقة ورا حلقة، مسلسل ورا مسلسل، فده بيأثر علينا في ان احنا ما بننجزش حاجة في حياتنا، او بيأثر على نومنا، بنبقى سهرانين كتير. حاجة كمان بقى موجودة في الكي بوب ان التعلق المفرط بالايدولز، يعني بتبقى ناس مجنونة بي تي اس، وناس مجنونة ببلاك بينك. فعايزين نبقى عارفين ان الشركات بتخليهم يبقوا يتقمصوا شخصيات معينة عشان خاطر نبقى احنا متعلقين بيهم، فدي ما تبقاش احسن حاجة. الافضل ان احنا نبقى بنسمع اغانيهم، بنعرف اخبارهم بشكل سوي جدا. اخر حاجة، ان الارمي والناس اللي بتبقى بتتابع الايدولز دول بيبقوا يتحولوا من شخص فان لفرقة لشخص متعصبين، فده شيء برضو محتاجين ناخد بالنا منه. بيحصل فيه أزمة مالية لأن احنا عايزين نشتري كل حاجة بتيجي من الثقافة دي، عايزين نجيب السكين كير، عايزين نجيب الأكل، عايزين نجيب اللايت ستيكس. احنا كناس كبيرة محتاجين نبقى عندنا وعي بمدى سلبيات للموضوع ده، ناخد بالنا بالطريقة اللي ولادنا بيسمعوا بيها الكي بوب والكي دراما. هل هي واصلة لدرجة الجنون، ولا هي واصلة لمستوى هو فعلا كويس؟ الكي بوب والكي دراما هي وسيلة ترفيه زي أي حاجة في الدنيا دي، بتحلي أيامنا. طول ما احنا المستهلك الواعي اللي بس بيستمتع باللحظة بتاعته، مش بنخلي الحاجة دي تسيطر علينا، تسيطر على علاقاتنا، تسيطر على نظرتنا لنفسنا. بحمس كل الناس اللي ما اعتقدش ان في حد ما سمعش عن الكي بوب والكي دراما، او سمع على الاقل مسلسل واحد، ان هو يبقى بيسمع، لان هي فعلا بتدي good feelings وبتخلينا ننسى همومنا شوية، بتخلينا نستمتع، بتبقى هي معنى الفن في الموسيقى، في الغناء، الرقصات الاستعراضية، في المسلسلات، بتدي الجو اللي احنا فعلا محتاجينه. عشان خاطر كده هتلاقوا ناس كتيرة بتدمن الكي بوب وبتدمن الكي دراما.